تعجز الكلمات أمام هذه الشخصية النجفية الثورية. الرادود الشيخ هادم ريطي. هسه البعض خاف يقول لي ليش ثورية؟ ثورية لأن بذاك النظام هو تعذب، وكل العراقيين هم تعذبوا، بس من كان هو رادود يعني أكثر واحد تألم يعني. وأيضا الرادود الشيخ هادم ريطي متواضع إلى درجة يعني ما حد يتصورها. يعني أنا أعتبره أكثر رادود هو متواضع هو الرادود الشيخ هادم ريطي، والله العظيم. ويعطي دروس إلى الرواديد يقولهم تواضعوا. يوم جد حلو الإنسان من يكون متواضع، بعيد عن هو كان رادود أو غير رادود. يعني الإنسان يكون لازم متواضع. هذا الشيء نحن نتعلمه دائما من كباريتنا. طبعا هاي القصيدة قراها في الكاظمية، وتحياتنا إلى أخواننا أهل الكاظمية أولاد موسى، ها طبعا لقبهم. أمك جاهل ما تمس بيده خذاها، أمك قبرها تمنيته يا بالفضل وين، يم النهر تدري النهر يما نطفت عين، وتخلي خدها فاطمة بموضع الجفين، تدري الشفوف تقطعن ومساحقيهن، رادت قبرها بكربلاء تواري همك، رادت قبرها بكربلاء تتوارى امك، يوم العطش تدري نزف على نهر دمك، يوم اللي عفت الظما قابل خيمك، وظلت خواتك تنتظر جودك يجيها.